ايه يا ماما، كل سنة وانت طيبة الأول. طيب يا محمد. كل سنة وانت طيب يا ديمو. وانت طيب. انت جاي بتعمل ايه؟ أنا بقى هصورك وانت بتفتحي على الفسيخ يا ماما، أشوفك عرفتي بص تعملي بقى، ايه. انا ما كنت يا محمد، اصل انا ايه رايحه من 7 ايام بس، ولقيت واحد معاه شويه فسيخ بوري كده صغيرين، قلت له ما ينفعوش فسيخ، وفي الاخر قلت اخد اجربهم، كده كده فاضل 7 ايام. ماما انت شكلك مش واثقة من نفسك. ايوه، هو كل الكلام ده فعلا بيدل على كده، فانا ما اعرفش حكايتهم ايه. لا هيطلع حلو. هو صغير، هيطلع حلو، انا واثق في اعمالي. هو صغير ويا جماعه من 7 ايام بس يا محمد، فما اعرفش. انت عاملاه من 7 أيام؟ من 7 ايام. انا حتى ما كنتش هقول لكم اصلا عليه. شكله يا جدعان حلو، شكله ما كنتش هجيب عشان لو باص ترميه من بره بره. ماما ده لو طلع وحش حجم صغير، شايف البلكونه دي هنط كده. حجم صغير وفي نفس الوقت لا والله العظيم انا واثق فيك. وفي نفس الوقت ايه، الله الريحة حلوة. الفترة صغيرة قوي يعني. الريحة حلوة. ريحة ترضي الروح. يعني ما حدش يفتح على فسيخ بعد 7 ايام دي. بقالنا بقى شهر ما اكلناش فسيخ عشان ماما انا واو طري قوي قوي. طب استني بقى، افتحيه بالسكينة نشوفه من جوه. والله العظيم يا جماعة النهاردة يعني هو بقاله 7 ايام، وما كنتش عندي نية الفسيخ دي خالص، وفي الاخر كده قلت يلا اجرب. افتح لنا بقى واحدة كده على طول. افتحي لنا واحدة. لا بس كده. وعملته بطريقة جديدة أول مرة أعمل بيها يا جماعة. طيب على الطريق. الله يا محمد، والله يا جماعة متفاجئة، والله متفاجئة بيه. لا يا جدعان جامد قوي يا جدعان. إن أنا أول مرة أعمله في برطمان يا جماعة، أول مرة أعمله في برطمان ويطلع بالحلاوة دي. ولا حطيته. لا طري قوي. طلعه لهم بالسكينة كده في الطبق، حطيها في طبق الفسيخية. وهاتي حتة كمان، هاتي حتة كمان. بس بينه لهم. هو بس الموضوع إن هو اعمليه بقى حجمه بالسكينة. صغير أهو. صغير كبير، اهم حاجه عندنا فطير، ده احنا بقالنا شهر ما اكلناهوش. واو. ادي بقى يا ديمو. انا اللي باكل انا. لا بس اقول لك حاجه، ولا بص، عباره عن ساعتين 2 فقط، رشيت ملح. ممكن تقول لهم الطريقه بسرعه؟ طريقه يا جماعه ما فيهاش اي افتكاسه. هو جبت شويه ملح بشويه ملح عادي ولا خشن؟ ملح عادي جدا بتاعنا. كل حاجه عادي يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه. ملح عادي انا بشطه بكركم. وقمت حاطه في الخياشيم، مليتها غرقتها ملح في الخياشيم وشويه، وقمت رشه ملح كده في مصفى لمده ساعتين على ما خلصت الفطار بتاع المغرب. ساعتين بس قمت مملحه تمليح عادي، واحده شمال وواحده يمين، وقمت رشه ملح وشويه زيت، وقمت ورق راولي. وكان عندي فلفل احمر مجفف حطيته فيه، وقمت قافله البرطمان يا جماعه. بس على فكره عملتيه، والله العظيم من 7 بكل أيام. سهوله. والله ما في افتكاسه، والله العظيم يا جماعه طري بطريقه، ولا يعملوا لا طري بطريقه مش طبيعيه. والله انا اتفاجئت زيكم. واللحمه بصوا المنظر بتاع اللحمه، والله متفاجئه بطريقه ادهم مش سايب الفسيخيه. هل كنتوا سرحانين وانا اللي عماله اكل؟ انا متفاجئه بيه زيكم بالظبط، لان اول مره اعمل كده. يسلم ايدك، يسلم ايدك والله العظيم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا محمد، وانت طيب. كلهم باي يا ديمو. باي يا جمهور، قاعد باكل فيه، خلصت لهم الفسيخ. باي.